لقاء جمال علام هو عبارة عن ضياع ساعتين من عمرك بدون أدنى استفادة. بس بصراحة أنا اتفرجت لأن الفضول كان قاتلني عشان أعرف هيبرر الكوارث اللي عملها هو ومجلسه إزاي، ويا ريتني ما عرفت. مبدئيا كده إنجازات الاتحاد ده إن المنتخب تأهل لكأس الأمم الأفريقية. مش بس كده، ده منتخبات 2005 و2008 كمان تأهلوا لكأس الأمم الأفريقية. وإن شاء الله المنتخب الأول هيكون واحد من 9 منتخبات ونص نتأهل لكأس العالم. ده بعد ما استطعنا التغلب على بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وأثيوبيا وعملاق القارة جيبوتي. فين الفشل بقى إذا كانت المنتخبات كلها وصلت أفريقيا؟ الحمد لله احنا بقينا بنحلم بالوصول أفريقيا مش الفوز بيها. من الإنجازات المهمة جدا كمان إن المنتخب الأولمبي وصل مربع ذهبي، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ميدالية. بس يا خسارة خسر 6-0 بس. لما جه بقى يكلمنا عن الإيرادات وتنمية الموارد والاستثمارات، قال لنا إنه أول لما جه أخد قرض من الفيفا ب1 مليون دولار وحطه في البنك وديعة وبيصرف من الفوائد. فإبراهيم فايق سأله قال له طب أنت واخد القرض من الفيفا بدون فوائد؟ قال له لا، في فوائد طبعا، واحنا سايبين القرض ده للاتحاد اللي بعدينا موجود كوديعة عشان يصرفوا من الفوائد. يعني انت واخد قرض من الفيفا بفوائد حطه في البنك بفوائد والاتحاد اللي بعديك هيصرف من الفوائد؟ وبعدين ال1 مليون دولار دول ما يجوش مقدم لعيب من اللي الاهلي بيشتريهم يعني. ده احنا على كده الاستثمار عندنا على اعلى مستوى، ده احنا افزاز يا جماعه. يلا ما علينا. السؤال بقى اللي نفسي اعرف اجابته، ليه كميه اللف والدوران لما ابراهيم ساله انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ وقعد يقول لك كل اللعيبه اولادي وكل الناس حبايبي ومش عارف مين ما يتخيرش عن مين ومش عارف ايه، وفي الاخر خالص لما اتزنق قال له ايوه انا ما انكرش ان انا زملكاوي. طب ما تقول من الاول، لازمته ايه اللف والدوران ده؟ مش شتيمه يعني انك زملكاوي. جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ما عرفش ليه العقوبات بتاعت لجنة الانضباط اتأخرت 6 شهور، ومن وجهة نظره شاف ان هي كانت تطلع من لجنة المسابقات من الاول خالص. وبعد كتير من اللف والدوران رمى الموضوع كله على لجنة الانضباط، وان هو كان معتاد مش معني بالموضوع وما يعرفش عنه حاجة. انت بقى كمشاهد مسكين طلعت عليك لجنة الانضباط من اكتر من شهر وقالت لك ان العقوبات كلها اتبعتت لاتحاد الكرة في ميعادها، وقالوا بالحرف الواحد مفيش ولا ورقة تخص الشكاوي على مكتبنا. وبعدين دلوقتي يطلع لك اتحاد الكورة على لسان رئيسه يقول لن نخفي العقوبات وما نعرفش حاجة على الموضوع. يعني لجنة الانضباط ما تعرفش حاجة على الموضوع، اتحاد الكورة ما يعرفش حاجة عن الموضوع، احنا تقريبا اللي خبينا العقوبات، مش عارف يعني. يلا ما علينا. جمال علام لما اتسأل على إخفاء خطاب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا إجابته كانت مليانة كذب وتدليس مش ممكن تصدقه. قال لك إن الخطاب وصل لهم في 4 يناير، وإن هم استلموا 8 يناير، وفي 8 يناير ده هو سافر الكاميرون وجات له كورونا وحساسية وحوار كده ملوش أي 30 لازمة. وبعدين قال لك إنه المهلة المحددة للرد على الخطاب كانت 28 يناير، واحنا كمجلس اداره انعقدنا في 4 فبراير، فكانت المهله اوريدي عدت. فابراهيم قال له ماشي، بس انتوا بعتوا تنظيم نهائي الكونفدراليه. قال له لا، احنا بعتنا تنظيم الكونفدراليه لان بيراميدز طلب ان احنا نبعت. قال له ماشي، بس انتوا بعتوا البيراميدز بعد انتهاء المهله، ما بعتوش ليه للاهلي بعد انتهاء المهله؟ قال له لانه مش هيبقى فيه فايده لو بعتنا بعد انتهاء المهله، وبعدين ما هو بيراميدز ما حصلش على التنظيم يعني وما تاهلش اصلا. قال له ايوه ماشي، ليه زي ما بعتوا البيراميدز ما بعتوش للاهلي؟ قال يعني هو الموضوع اتاخر في الاداره التنفيذيه واحنا ما كناش عارفين يعني. كميه كذب وتدليس ملهاش اول من اخر. جماعه الموضوع ده محتاجين نوضحه جدا، لانه يعني الناس دي بتزور التاريخ. الخطاب اللي جه من الكاف بيقول انه المهله للرد على تنظيم نهائي دوري الابطال والكونفدراليه كانت 28 فبراير مش 28 مارس. اتحاد الكرة المصري عمل اجتماعين قبل المهلة المحددة 28 فبراير، عمل اجتماع يوم 4 فبراير وعمل اجتماع يوم 22 فبراير، وفي الاجتماعين دول لم يعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع موضوع تنظيم نهائي دوري الأبطال. تاني حاجة، وهي دي بقى النقطة المهمة جدا اللي محدش بيتكلم فيها أبدا، إن الخطاب
ما تمش اخفائه زي ما هو عمال يدعي ويقول وايه مصلحتي ومش ايه مصلحتي. الخطاب تم تزويره. الخطاب ده كان جاي من الكاف، في تنظيم دوري الابطال، تنظيم الكونفدراليه، تنظيم الكره الشاطئيه، تنظيم الكره النسائيه، عده ايفنتات واحداث. الكاف بعتها لك باكج كبير بيقول لك شوف انت حابب تنظم ايه من كل ده. الخطاب ده اتاخد زي ما هو كده، اتحذف منه اول واهم بند اللي هو تنظيم نهائي دوري الابطال، واتبعت لوزاره الشباب والرياضه للموافقه على تنظيم الكونفدراليه والكره الشاطئيه والنسائيه. فده معناه ان انت متعمد، ده مش معناه ان هو اهمال او اخفاء، ده تزوير. انت شلت البند من الخطاب وبعته لوزاره الشباب والرياضه. انت طالع تضحك على مين؟ انا ما شفتش كذب وتدليس كده في حياتي بصراحه. لو بصيت على البادي لانجوج بتاعه وعينيه اللي بتزوغ على الكاميرا وهو بيجاوب هتتاكد ان هو بيكذب كذب مش طبيعي، كان باين جدا عينيه فضحته. بعد كده اتسأل على موضوع فيتوريا، فقال لك المستشار القانوني بتاع الاتحاد اللي هو محمد المشطة، انا ما اتحركش من نفسي، انا لازم ارجع للمستشار القانوني، اللجنه القانونيه تقول ايه ونعمل. فقال ان المستشار القانوني محمد المشطة قال ان المساعدين ليهم 3 شهور شرط جزائي، انما المدرب ملوش. انما اتحاد الكرة لما مجلسه اجتمع قرر انه يدي المدرب ال3 شهور. طب انت بتنفذ كلام المستشار القانوني بتاعك ولا مجلس الاداره بيعمل اللي على كيفه، ولا مين بيقرر ايه بالظبط؟ وبعدين لما انتوا قررتوا تدوا له ال3 شهور، اما الراجل راح اشترك في الفيفا ليه؟ ما تفهمش مين بيقول ايه ومين صادق ومين كذاب. وبعدين انا مش فاهم هو ليه طول الوقت بيكلمنا ان هم بيقولوا، هم عملوا، اصل هم عايزين. هم دول اللي هم مين؟ هو انت مش معانا في الاتحاد، ولا انت متنكر للناس، ولا انت جاي معانا ضيف من بره، ولا اجنبي انت، ولا ايه؟ محدش عارف. لما سألوا على موضوع رمضان صبحي قال انا ما قلتش اسمه وما جبتش سيرة رمضان صبحي، المذيع اللي قاعد قدامي هو اللي قال رمضان صبحي. طب يا سيدي الفاصل، انت النهارده لما المذيع يقول الاسم وانت تكمل كلام، ده معناه انك موافق، ده معناه انك بتقر اللي قاله المذيع. لو انت معترض تقول انا ما بذكرش اسماء، انا بتكلم بوجه عام او بتكلم بصفه عامه. انما لما تكمل كلام عادي ده معناه انك ذكرت الاسم او انك موافق ان الاسم يذكر يعني. انا ما شفتش كده بصراحه. لما اتسأل بقى ليه ما جبتش رئيس لجنه حكام اجنبي زي ما وعدت الانديه وزي ما وعدت كابتن محمود الخطيب، قال احنا قلنا نسيب القرار ده للمجلس الجديد. طيب اتعاقدت ليه مع ميكالي للمدرب للمنتخب الاولمبي وما سبتش القرار للمجلس الجديد اللي شايف ان الراجل اصلا فلوسه كتير جدا؟ قال لك لا، ميكالي موضوع مختلف تماما. ميكالي الناس كلها مقتنعه بيه وبانجازاته، ده الجمهور كان عايز، يعني كان مطلب جماهيري ان احنا نجدد له. تخيلوا انه روجيه ميكالي اللي شال 6 من المغرب بقى مطلب جماهيري. الراجل خسر من المغرب 6-0 ورجعنا بفضيحه من الاولمبياد، فبقى مطلب جماهيري وجددنا له ب$85,000 مع ان هو كان معروض عليه $30,000 من سوريا. سبحان الله يعني، له في شأنه حكم. لما اتسأل بقى عن إقالة لجنة الحكام قال إن محمد فاروق كان مصر يبقى رئيس اللجنة لوحده، وإن إبراهيم نور الدين كان عامل شغل حلو قوي. وجي بقى التسريب الصوتي خلص على اللجنة تماما. بصراحة ما فهمتش حكاية عايز يبقى رئيس لجنة لوحده دي. ما هو محمد فاروق هو رئيس لجنة الحكام، وإبراهيم نور الدين ده نزل علينا بالباراشوت، فانتوا اخترعتوا له تايتل كده او اي حاجه، يعني ان هو يبقى مدير التطوير ولا مدير التلزيق ولا اي حاجه في الدنيا يعني. انت بقى كنت عايزهم الاثنين يبقوا رؤساء لجنه حكام مع بعض، يعني ابراهيم يبقى الصبح وهو بعد الظهر، محمد يبقى بعد الظهر، ولا ما فهمتش يعني. انت عايز ايه؟ يلا ما علينا. بعد كده بقى كل الشخصيات اللي اتسأل عنهم في فقره الكروت الجميله قال لك الناس دي كلها ناس طيبه جدا ومحترمه واتظلموا. من ضمن الناس دي مجدي عبد الغني على فكره يعني. لما الناس دي كلها اتظلمت، امال مين اللي عمل فينا كل ده يعني؟ المهم شكلنا احنا اللي طلعنا وحشين في الاخر. وفي النهايه قال لك انا متاكد ان الاتحاد القادم ان شاء الله هيكون احسن مننا وربنا يوفقه. انا احب اقول له ان اي اتحاد قادم او مش قادم، اي حد معدي في الشارع اكيد هيبقى احسن منكم. وقال لازم الناس تعرف ان المسؤول في اتحاد الكوره بينسى انتمائه علشان ينجح، وانا بقول له علشان كده انتوا فشلتوا فشل ذريع.
واخيرا قال لنا انه عايز الجماهير بمختلف انتماءاتهم تلتف حول المنتخب. ده انتوا كرهتونا في المنتخب وسيرة المنتخب. هو انت مش بتشوف المدرجات وصمت القبور في ماتشات المنتخب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي جابك. ارحل غير مأسوف عليك. وقال ايه رايح عمرة؟ هتقول لربنا ايه على كمية الكذب دي؟ زي ما قلت لكم في الاول، ساعتين ضاعوا من عمرنا على الفاضي. الواحد كان نام له شوية افياد له. ناس ما عندهاش دم.